معاهدة كامب ديفيد او معاهدة السلام، لان ما نقدرش نقول معاهدة كامب ديفيد لان بتوقيع معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني الكيان اليهودي انتهت كامب ديفيد وبقى في معاهدة سلام بيننا وما بينهم. النهارده الذكرى 35 على هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية اللي البعض بيرى انها اضرت بمصر في الملاحق الأمنية. سمعنا كثيرا من مرشحين الرئاسة في الانتخابات الماضية الجميع كان يتحدث عن الملاحق الأمنية، وكان يسبق الجميع في هذا الحديث المتخصص الأول في هذا الشأن السفير الدكتور عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، اللي قال لك يجب تغيير الملاحق الأمنية، وإن اللي بيحصل في مصر من أحداث جدير بأنه مصر من حقها تطالب بتغيير الملاحق الأمنية في ذكرى توقيع معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني الكيان الإسرائيلي. احنا النهارده بنستضيف معانا اثنين من المتخصصين في هذا الشأن، الدكتور إبراهيم المنشاوي الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. أهلا بيك يا دكتور. معانا كمان الزميل الصحفي الأستاذ مدحت صفوت، وده صاحب دعوة التدوين للمطالبة بإلغاء هذه الاتفاقية مع الكيان الصهيوني. أهلا بيك يا أستاذ مدحت. أهلا بيك الزميل العزيز. يعني النهارده ذكرى كامب ديفيد، وهناك دعوات من البعض بإلغاء المعاهدة، وهناك دعوات أخرى بتطالب بتغيير الملاحق الأمنية. سمعنا من السيد عمرو موسى والسيد حمدين صباحي، سمعنا من كل المرشحين الحقيقة يعني في الانتخابات الماضية، وسمعنا من متخصصين أيضا من أساتذة العلوم السياسية وغيرهم من السياسة. اتفضل فندم. والله بداية أود أن أشير إلى السياق التاريخي لتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية بالأساس، وهو الذي حكم تقديم بعض التنازلات من القيادة المصرية إنذاك ممثلة في الرئيس الراحل أنور السادات. هذا السياق والحالة التي كانت في الدولة المصرية من انهاك اقتصادي وعسكري جعلت معاهدة السلام بالأساس هي تضمن في المقام الأول أمن دولة إسرائيل من خلال النص على 4 مناطق رئيسية في سيناء، ألف وب وج ومدال. منطقة ألف بها قوات عسكرية، ومنطقة ب بها حرس حدود، وجيم بها قوات شرطية، ودال منزوعة السلاح بها قوات متعددة الجنسيات. وبالتالي الحديث عن إلغاء أو إنهاء معاهدة السلام المصرية الإسرائيليه في المقام الأول بتدخل فيه الولايات المتحدة الأمريكية كطرف رئيسي أو أساسي، لأن بعد توقيع الاتفاقية مباشرة تم توقيع مذكرة للتفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في 26 مارس 1979 بشأن وفاء جمهورية مصر العربية بالتزاماتها بمضمون المعاهدة وفتح الممرات المائية الدولية. فالحديث عن إلغاء الاتفاقية يتطلب في المقام الأول توافق الطرفين في البداية، لأنها اتفاقية دولية بترتب حقوق والتزامات. وأنت شايف إن الاتفاقية ممكن تتلغي؟ والله في ولا ممكن يبقى فيها تعديل في الملاحق الأمنية للحفاظ على أمن مصر يعني؟ في ظل الوضع الراهن غاية ما يمكن أن نطالب به هو تعديل في بعض الملاحق الأمنية لضمان تحقيق السيطرة المصرية الكاملة على أراضي سيناء، خاصة أن الاتفاقية بشكلها الحالي تغذي الإرهاب بصورة مباشرة في سيناء. طيب نروح للأستاذ الزميل مدحت صفوت، والحقيقة اللي أنا يعني قبل ما أسأله يعني أنا شايف إن مدحت هنا بيمثل صوت الشباب اللي رأيه إيه في الاتفاقية دي؟ طيب اولا اود ان اسجل ملحوظه على فكره السياق الذي وقعت فيه اتفاقيه معاهده السلام. وهي المعاهده التي الحقت باتفاقيه كامب ديفيد عام 88، ثم ابرمت اتفاقيه السلام في واشنطن عام 79 بالتحديد في مثل هذا اليوم عام 79. هذا السياق لم يكن مصر المنهكه اقتصاديا بهذا الشكل، ولم تكن ليس لها داعي في ان تدخل في هذا السياق، وقال ذلك وزير الخارجيه المصري في حين ذاك. والحقيقه ان السياق سبق ذلك كان لدى السادات نية مسبقة ولها من الوثائق والمستندات أنه يتجه نحو إبرام هذه المعاهدة طبقا بدءا من اتفاقية ما سمي بفض الاشتباك الأول التي وقعت في جنيف في يناير 1974، أي بعد حرب أكتوبر ب3 سنوات. هذه الاتفاقية نصت في المادة في البند د من المادة السادسة على هذه الاتفاقية التي تعتبر اتفاق نهائي وتمثل خطوة أولى نحو سلام نهائي عادل ودائم تنفيذا لأحكام قرار مجلس الأمن. بالتالي السادات من يناير 74 وهو يذهب نحو هذه الاتفاقية. حتى الوفد الذي كان مرافقا له في إبرام كامب ديفيد أو حتى معاهدة السلام كان رافضا، أو أغلبه كان رافضا لهذه الاتفاقية. يعني عدد بسيط مش كله كان رافضا يعني. اللي قالوا ساعتها أنا فاكر وزير الخارجية اسماعيل فهمي وواحد من مساعدينه بس. لكن بطرس غالي ذكر في كل الناس كانوا موجودين، منهم الدكتور بطرس غالي ذكر في مذكراته قال إنه كان الوفد
شبه خلاص وصلنا في كامب ديفيد تحديدا. انت قصدك بتحارب امريكا يا استاذ مدحت؟ الوضع ليست فكره يعني الحرب وليس، ما هو فكره الراجل عدم كان عايز توقيع يضمن سلام يعني. استاذي ليس فكره عدم توقيع المعاهده يعني انا مش بدافع عن الاتفاق الحقيقه، لكن انا بمثل وجهه النظر الاخرى يعني. عايز ذلك. عدم توقيع الاتفاقيه لا يعني استمرار الحرب، وعدم والغاء الاتفاقيه لا يعني اعلان الحرب. هدي حضرتك مثال، لبنان على سبيل المثال وقعت اتفاقيه عام 84 اسمها 17 ايار، اتفاقيه 17 ايار وقعتها الحكومه والرئيس اللبناني مع اسرائيل، وكانت تنص ايضا على اقامه سلام واقامه علاقات اقتصاديه وتجاريه بين البلدين. أثار الشعب لكن هناك يعني أجزاء محتلة من لبنان. لا، هناك جزء بسيط هو مزارع الشبع، لكن مزارع الشبع، لكن إذا أنا بتكلم عن جزء يعني محتل برضه لسه. الأرض اللبنانية ليست محررة بالكامل والجولان محتلة. سوريا لم توقع اتفاقية سلام، لكن الحقيقة هذه الاتفاقية واتفاقية كامب ديفيد بالفعل أجلت الإسرائيليين عن سيناء، لكنها أيضا أجلت المصريين عن سيناء، أجلت الجيش المصري الذي لا يستطيع. خلينا بقى نتكلم في لب الموضوع. ونمسك في حاجتين. الحاجة الأولى، سوريا لم توقع اتفاقية سلام فاستمر احتلال الجولان. أيضا لبنان وقعت ثم ألغت فاستمر احتلال مزارع الشبع. ولكن أمن المصريين مش أمن إسرائيل. وتعمير سيناء، الاتفاقية تأثيرها إيه عليه؟ تأثيرها كمان ده الأساس بقى. أنا بتكلم في مساحة قد إسرائيل وثلاث مرات أو مرتين. مساحة مصر 300,000 كيلو متر مربع. هذه المساحة الربع خالي، صحراء خالية بسبب هذه الاتفاقية، لأن لا عندك وسائل تأمين، لا عندك وهذه الاتفاقية ولا تستطيع أنك تقيم مشروعات اللي باعتبار أنها أمن قومي وأمن استراتيجي بحدود الشرقية، ولا قدرنا. الجيش دخل دلوقتي ويعمل اللي هو عايزه جوه. حتى هذه اللحظة والاتفاقية موجودة. حتى هذه اللحظة لم. وفي طيران لأول مرة كنا بنشوف طيران فوق سينا من منذ توقيع الاتفاقية في الفترة اللي فاتت. ده تسمح به الاتفاقية الحقيقة، يعني ده كمان بتسمح به الاتفاقية، يعني مش خارج بالاتفاقية. هناك يمكن إجراء تعديل أمني طبقا للظروف. ما تكلمنيش عن إجراء تعديل أمني قبل ما تقول لي بتسمح بيه الاتفاقية ازاي يعني ايه تعديل امني؟ اشرحها. في لو بتقول في حاله الظروف الامنيه الطوارئ، ان اعلان طوارئ، حاله شبه احلال الحرب على الارهاب، بالتنسيق ما بين الطرفين تسمح بدخول مثلا اسلحه ثقيله للمناطق اللي هي خاليه من الاسلحه الثقيله، او تسمح بزياده القوات. وده حصل الحقيقه في اتفاقيه فيلادلفيا عام 2005 بين عمر سليمان رئيس المخابرات واسرائيل، بعد ما سمي بالانسحاب الاحادي من القوات الصهيونيه من قطاع غزه وتحرير قطاع غزه. هنا اصبح المعبر ثنائي ما بين مصر وما بين الجانب الفلسطيني. تم الاتفاق على ادخال 750 فرد امن على حدود 14 كيلو، الحدود ما بين مصر وسيناء. هذا لم تكن تسمح به اتفاقيه السلام او اتفاقيه كامب ديفيد، وبالتالي في من ضمن بنود الاتفاقيه معاهده السلام او اتفاقيه كامب ديفيد، من ضمن هذه الاتفاقيات انها تسمح بان لو في حاله طوارئ يمكن ادخال قوات مساعده او ادخال قوات كثيفه. كويس قوي. هروح بقى لمساله لما يكون عندي حاله طوارئ، وانا بمر بطوارئ الحقيقه ما مرتش بيها على مدار تاريخ مصر بالشكل ده، وانا بحارب يعني تكتل يعني يتشابه مع تكتل القاعده في افغانستان. حضرتك انت كاستاذ مساعد في العلوم السياسيه، لما انا اتكلم الناس بتسمع الملاحق الامنيه يعني معاهده السلام كامب ديفيد، لحد النهارده في ناس ما بتعرفش تفرق ما بين متصورين ان كامب ديفيد هي معاهده السلام او الاثنين حاجه واحده. لا، هم اثنين، وكامب ديفيد انتهى بمعاهده السلام. الملاحق الامنيه ايه المواد او ايه البنود اللي فيها اللي محتاجين نغيرها عشان نضمن امن مصر؟ اهم بند في الملاحق الامنيه اللي هو محتاج تعديل البنود المتعلقه بعدد اعداد القوات المصريه داخل شبه جزيره سيناء، واللي هي اللي اشرت اليها من قبل، اللي هي مقسمه الى الف وب وج ودال. هذه هذا البند محتاج لتعديل واضح وصريح، خاصة بعد نشاط التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم أنصار بيت المقدس بصورة رئيسية في سيناء، قضى فيها على الأخضر واليابس، وبالتالي لم تستطع القوات المسلحة المصرية حتى الآن أن توقف نشاط ذلك التنظيم، بدليل أنه يمتد إلى داخل ربوع الدولة المصرية. شهدنا تفجيرات في مديرية أمن الدقهلية، شهدنا تفجيرات ما هو أنا قال لك العمليات في الدلتا وفي محافظات الدلتا لما أنت ضيقت عليه خناق هناك، لأنك دخلت بتضربه بالأباتشي، بتضرب الهشش بتاعته اللي بيخزن فيها السلاح هناك. يعني أنا برضه ما هو في نفس الوقت يا أستاذ محمد الاتفاقية سمحت زي ما قلت في البداية برضه بتغذية الإرهاب. يعني لما تلاقي إرهابي دلوقتي معاه صاروخ سام 7 بيسقط بيه طائرة عسكرية، ده دليل على حجم
التمويل ومدى تطور الأسلحة التي حصل عليها ذلك التنظيم من خلال الأنفاق مع غزة وخلافه. وبالتالي النقطة الرئيسية للانطلاق لتعديل معاهدة السلام مع إسرائيل هو تعديل الملحق الأمني المتعلق بالترتيبات المتعلقة بالتسليح في شبه جزيرة سيناء. ومذكرة التفاهم اللي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عام 79 من ضمن بنودها صراحة تقييد عملية التسليح التي من الممكن أن يقوم بها الجيش المصري لمواجهة أي طارئ في الوقت اللي احنا بنمر بيه، زي في الوقت المماثل اللي احنا فيه أو في الوقت المماثل. وبالتالي إذا أردنا أن نعدل من هذا البند يجب أن يكون هناك تفاهم ثلاثي مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر وإسرائيل، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الأول لعملية السلام في المنطقة. صحيح. وخصوصا اتفاقيتي كامب ديفيد. هم بالمناسبة ثلاث اتفاقيات، اتفاقيتي كامب ديفيد، واحدة متعلقة بالسلام المصري الإسرائيلي والثانية متعلقة بالحكم الذاتي بالنسبة للقضية الفلسطينية، ثم تبعها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979. يعني كانت اخرهم معاهده السلام. معاهده السلام ليست اخرهم الحقيقه، لان لحقت لا اولا هو لم تكن الاولى كامب ديفيد، كانت هناك فض الاشتباك الاول وفض الاشتباك الثاني سبتمبر 75 ونصت ايضا على السلام في جنيف ونصت على اقامه سلام، ثم في معاهده الحرب الكلام ده وهيك الحاجه كانت هي دي اصلا وثيقه حرب، لكن نصت على اقامه علاقات سلام دائم وشامل ونهاء الصراع بالشكل التفاوض. الاشتباك لا لازم يكون لا بس غير مثلا اتفاق وقف اطلاق النار اللي عمله عبد الناصر في سبتمبر 70 مع ما سمي بمبادره روجرز مثلا، دي مختلفه تماما لم تنص. النقطه الثانيه اخطر ما في اتفاقيه السلام واتفاقيات او التي وقعت بعد ذلك انها اسقطت اللاءات الثلاثه التي وقعت عليها مصر في مؤتمر الخرطوم عام 67 بعد الهزيمه، لا صلح لا اعتراف لا تفاوض. النقطه الاخطر انها لم تقترب من بعيد ولا من قريب من الضفه ولا من قطاع غزه اللي هو الرجوع لحدود 67. الرجوع لحدود 67 هم رفضوا يقعدوا، والاسرائيليين رفضوا والامريكان رفضوا. لا يعني انا عايز اقول ان الرئيس الراحل ياسر عرفات رفض يجي منها اولا التاريخ كلنا عارفين لكن لماذا رفض؟ لانه كانت اسرائيل لا تريد ان تسلم القدس، لا تريد انا اشتغلت محرر شؤون خارجيه شويه فتلاقيني بشتغل برضه في حتتي. فياسر عرفات رفض والرئيس حافظ الاسد رفض، فبالتالي تم الاتفاق ما بين مصر وما بين هناك وحصلت المقاطعه العربيه. الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت ابلغ بطرس غالو هذا موجود في مذكراته، يقول له يمكن اسرائيل ستوقع اجبارا ان قلت لها اخلوا الضفه وغزه. لكن الحقيقه لما راحوا وصلوا للمنتجع او بعد كده معاهده السلام كان الرئيس السادات لا يمكن ان يعود فاشلا، لانه لو عاد فاشلا سيصور الناس ضده. اما بيجن لو عاد فاشلا في ذلك الوقت كان سيبقى الوضع لما هو عليه. لكن لو كان حضر ياسر عرفات ما كانش ياسر عرفات هيفشل. لا كانت المشكله ولا رايح لا عفوا ما اتحلتش، لان انا اسف في المقاطعه، لانه وقع بعد ذلك في اوسلو ولم تحل القضيه الفلسطينيه. لا ما هو التوقيع في اوسلو ده حديث، انا بتكلم بالتوقيع في ذاك الوقت كان في حرب ومصر منتصره فيها، او العرب نقدر نقول العرب كانت منتصره فيها. انا كان عندي سوريا بتحارب معايا في اسرائيل وكان عندي لواء من الجزائر بيحارب معايا ومن العراق يعني وكل الدول العربيه دي كانت حرب العرب ضد كانت سوريا. فكانت المفاوضات كنت بتتفاوض من مصدر قوه. الان في اوسلو ما كانش مصدر قوه الحقيقه، ما كانش مصدر قوه. بتتفاوض بعد ما كل الفلسطينيين كانوا متوزعين على الدول العربيه. رضوا بسلطه الامر الواقع. الحقيقه بعد توقيع اتفاقيه السلام يعني حصل نوع من القطيعه الغير مسبوقه في العلاقات العربيه ودمت فيها الخلافات بشكل غير منقطع النظير. وغابت مصر عن الصف العربي من سنه 79 ل 89 لارجاعها مره ثانيه. في الوقت ده كان من الممكن للجانب الفلسطيني ان هو يدخل على خط المفاوضات ويستطيع ان يحقق بعض المكاسب. الكرسي كان فاضي الكرسي كان فاضي، وهم الصراحه يعني اخطاوا خطا كبير ان هم ما دخلوش المفاوضات، لان هم دخلوا فيها بعد كده بصرف النظر عن محض ارادتهم. دخل بعد ما تحايل وبعد ما حاول ان هو ياخد سلطه. توقيع اتفاقيات اوسلو سنه 93 وقرروا فيها غزه واريحه. لا اتفاقية اوسلو جاءت بعد انتفاضة عظيمة، انتفاضة الثمانينيات وانتفاضة اطفال الحجارة. صحيح. وجاءت والحقيقة ان هذه الاتفاقية قتلت واجهدت الانتفاضة، لان كل الاتفاقيات التي وقعت من مصر والاردن ولبنان الذي سقطت وفلسطين، هذه 4 دول وقعت اتفاقيات الحقيقة اسقطت تماما حق المقاومة تجاه الكيان الصهيوني. اتفاقية التي وقعتها مصر تعتبر اي اعتداء على امن اسرائيل هو ارهاب،
اللي هي افعال المقاومه تصبح ارهابا، كذلك الاردن وكذلك اوسلو. ازاي بس كان مصر يعني ابتدى هقول لحضرتك على مدار تاريخ مصر لكن البند المقاومه الفلسطينيه لكن في بند لا هذا انا بتكلم على يعني انا بتكلم اللي على الورق حاجه والحقيقه اللي على الواقع حاجه ثانيه. يقر الطرفان ويحترم كل منهما سياده الاخر وسلامه اراضيه واستقلاله السيادي. النقطه اللي ده طبيعي ما بين في اي اتفاقيه ما بين اي حدود دوله. عفوا بالامتناع عن التهديد باستخدام القوه. لا يعني في حدود اي دوله مع دوله. السودان مع جنوب السودان عاملين بند زي ده. لكن نحن مع احتلال السيطاني وليس مع السودان وجنوب السودان. النقطه يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوه او استخدام احدهما ضد الاخر على نحو مباشر او غير مباشر ويحل كافه المنازعات. هقول لحضرتك انا معايا 3 دقايق اخر حاجه بقى. لا سريعا جدا. معاهدة السلام لم تحل مشاكل المصريين اصلا مش بس في سيناء. اولا لم تحاكم مجرمي الحرب وقتلت اسرى 73 التي هذه القضيه التي فتحت في عام 2003 لم ينص عليها محاكمه الاسرى محاكمه قتله الاسرى باعتبارهم مجرمي حرب. لم تجبر اسرائيل على توقيع اتفاقيه انتشار النووي والسلاح النووي في منطقه الشرق الاوسط. لم تعد لنا الرشراش المصريه المسماه حاليا لكن بعدها بعد معاهده السلام اقاطعك ارجوك اعاده طابه وعادت بالمفاوضات. لكن لم تعد بالمرشحات. هروح لحضرتك عشان عفوا لم ندفع اسرائيل لم تدفع تعويضات عن الثروات والنفط التي سرقته من سيناء. انا اوفر كده الوقت بتاعي. عايز الدكتور ابراهيم يقول لي اخر ما عنده عشان نختم بيه. اتفضل يا فندم. والله انا شايف ان الحديث كسر عن امكانيه الغاء او تعديل اتفاقيه السلام المصريه. انت شايف ايه؟ انا شايف ايه اللي ممكن يتحقق على ارض الواقع؟ اللي ممكن يتحقق على ارض الواقع ولا الغاء؟ احنا هنقول أن القانون الدولي بتحكمه اعتبارات وموازين القوى على الصعيد الدولي، وطالما أن الولايات المتحدة هي المسيطرة فلا حديث عن إمكانية إلغاء اتفاقية. يبقى رايح للتعديل. كمان ان التعديل او الالغاء من طرف واحد بيحمل ويرتب المسؤوليه الدوليه من خلال مجلس الامن والتحكيم الدولي، وده طريق مغلق تماما. ما تقدرش مصر ان هي تبادر. لكن انا اقدر اخطر اسرائيل كدوله. انا هعدل المناحي الامنيه. تعالوا اقعدوا معايا. انا هعدل انتهكت المعاهده عشرات المرات في الاخطار بتعديل واستند على الانتهاكات اللي بيتكلم عنها الاستاذ اللي كلنا عارفينها يعني. لازم يكون هنا في حمله دبلوماسيه نشطه على المستوى الدولي. الوقت مناسب دلوقتي؟ الوقت مناسب. على الظروف الداخليه. انا اقول ليس تاجيل وليس الغاء وليس تعديل، تعطيل اتفاقيه السلام مع اسرائيل. ده طرح جديد ده. ما هو هذا تعطيل الاتفاقيات. ولا احمل السلطه الحاليه ولا احمل هذه السلطه الحاليه. احمل الرئيس القادم الذي سياتي بعد شهرين ان يتعهد بتعطيل الاتفاقيات ومراجعتها كامله. ده كلام كويس. وفي نهايه الحلقه ده طرح جديد. اشكرك الزميل الصحفي مدحت صفوت، نورتني. بشكرك دكتور ابراهيم الشناوي. اشكرك، نورتونا يا جماعه. والحقيقه الموضوع محتاج وقت كبير. مشاهدينا الكرام اشكركم جدا. القاكم غدا باذن الله تعالى في السادسة مساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.